قبل ما نبدأ النهارده ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم، ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ فيلمنا بآبي اللي بترجع لبيتها في وقت متأخر بالليل، وبنشوف ان في حد مراقبها وماشي وراها لحد ما دخلت البيت. واول ما بترتاح آبي بتسمع صوت الباب بيخبط، واللي بره بيقول لها انه ديليفري وفي حاجة وصلت باسمها. بس اول ما بتفتح آبي الباب بتكتشف انه واحد عايز يخلص عليها، وطبعا آبي بتحاول تدافع عن نفسها ولكن مش بتقدر، لان الراجل كان اقوى منها بكتير وبيقدر انه يقضي عليها. وبيتغير المشهد بعد كده وبنشوف الشرطة بتحقق في جريمة عنف، والشرطي بيبقى مش فاهم ايه اللي حصل بالظبط لحد ما بيوصل المحقق لوسون اللي على طول ماشي سكران. وعلى الرغم من كده اول ما لوسون بيشوف الجثة بيقول للظابط ان دي رسالة مبعوثة، وانهم كمان ضربوا القتيل وقطعوا لسانه علشان يحذروا اي حد بيفكر يخونهم. وبنلاحظ بقى ان لوسون ده جامد قوي شغله، ولكن بيبقى مش طايق نفسه وطول اليوم بيشرب. وبعد ما خلص حل القضية دي بيدخل عليه محقق تاني العربية وبيوري له كمان ملف آبي وازاي القاتل بعد ما خلص عليها مثل بجثتها. والصور دي بتفكر لوسون بالقاتل المتسلسل اللي كان بيطارده، بس لوسون بيقول يمكن حد بيقلده او واحد جديد لسه طالع، وده لان القاتل اللي كان بيطارده اختفى من 6 سنين. وقبل ما يكمل نظريته صاحبه بيقول له مستحيل يبقى حد جديد، وده لان الشرطة عمرها ما قالت حاجة عن القاتل اللي كانوا بيطاردوه. وبعدها بيتصل المحقق جلين اللي شغال على قضية أبيجيل بلوسون وبيطلب منه المساعدة، وده لأن جلين عرف إن القضية اللي شغال عليها دلوقتي احتمال تكون من نفس المجرم اللي لوسون بيطارده. بس لما بيوصل لوسون لمسرح الجريمة بيحس إن مستحيل يبقى نفس المجرم، وده لأنه مش منظم ولا دقيق زي التاني، وبرده لأنه لقى مفتاح في مسرح الجريمة مش مناسب لأي قفل في البيت. وكل ده معناه إن ده مجرم مبتدئ بيحاول إنه يجذب الأنظار لنفسه عن طريق العنف ورسم شوية رسومات دينية على الأرض علشان يبان إنه ينتمي لطائفة وعنده مبادئ يعني. وعلشان لوسون يبقى عمل تحقيقه بالكامل فبيسأل جلين على شهادة الجيران، فبيقول له جلين إن كلهم عندهم حجة غياب ما عدا واحد بس اسمه أفيري، وده يعني مستبعد شوية لأن عنده 62 سنة، يعني ولا سنه ولا لياقته يسمحوا له إنه يعمل جريمة بالعنف والقوة دول. وبيقف بعدها لوسون لوحده وبيبص على مسرح الجريمة وبيسيب جلين يكلم مراته ويطمنها عليه. إنما جلين بيروح وبيحقق مع أفيري وبيحاول إنه يدخل لبيته، ولكن أفيري بيمنعه وبيقول له ممنوع حد يدخل بيته إلا لما يبقى معاه مذكرة تفتيش الأول. وبعدها جلين بيقرر يفضل ماشي ورا الخيط ده وبيروح لجارة تانية اسمها والش، ووالش دي بتقول إنها من أسبوع كده سمعت أفيري بيتخانق مع آبي، وده لأن في حد رمى بيضة على عربيته وهو من دماغه كده اتهم آبي وخلاص. وبعد نهاية أول يوم في التحقيق بيرجع لوسون للفندق اللي قاعد فيه لحد ما يخلص القضية دي، وفي الوقت ده كان القاتل بينفذ جريمة جديدة بنفس تفاصيل الجريمة اللي قبلها بالظبط. وبعدها بيتصل جلين اللي لسه ما يعرفش حاجة بلوسون وبيقول له انه جاب اذن التفتيش ولازم يطبوا على افيري ويخلوه يعترف. وفعلا بيروح الاتنين على بيته، وبعد مطاردة قوية وبمساعدة لوسون بيقدروا ان هم يقبضوا عليه. بس افيري بيقول لهم ان هم اغبياء لان في وقت قتل آبي كان هو على الطريق وسايق، واكبر دليل على كده ان الرادار لقطه علشان كان كاسر السرعة، وده طبعا كان دليل محدش يقدر ينكره. وبكده بيطلع افيري بره الصورة تماما. وتاني يوم بيصحى جلين على خبر الضحية الجديدة اللي في نفس وضعية الضحية الأولى، وبيوصل هناك هو ولوسون اللي بيعرف إن الموضوع ده كبير جدا. وبعد شوية تحقيقات كده بيشم لوسون ريحة منظف كان شمه في مسرح الجريمة الأول، وبعد المقارنة بين مسرح الجريمتين بيبدأ لوسون يحس إن ده نفس القاتل المتسلسل اللي كان بيدور عليه. في نفس الوقت ده بيبدأ جلين تحقيقاته وبياخد كمان شهادة هول أم الضحية، وبيسألها لو في حد كان عايز يأذي بنتها جريس. والمعلومة الوحيدة المفيدة اللي طلع بيها جلين هي ان الاكس بتاع جريس اسمه كولين، وده يعني طرف الخيط الوحيد لحد دلوقتي. وبعد التحقيق ده بيبدأ جلين يحقق مع كولين وفي وجود المحامية بتاعته كمان علشان ما يبقاش عنده حجة. بس برضه كولين كان عنده حجة غياب قوية جدا ومحدش يقدر يبطلها. والناحية التانية بقى استعان لوسون بشريكه السابق ووكر علشان يحاول يحل لغز الجرائم دي كلها، وبيشرح لهم ووكر معنى كل الرسومات الدينية اللي المجرم بيسيبها في مسرح الجريمة. ومن الشرح ده بيعرف جلين ان الرسومات دي قريبة من رسومات طائفة مسيحية موجودة على اطراف المدينة. وفعلا تاني يوم بيروح جلين لمقر الجماعة دي وبيسألهم على كولين، والمسؤول هناك بيقول لجلين ان كولين ده كان واحد منهم لحد ما عصى اوامر الجماعة علشان كده طردوه. في نفس اليوم بالليل بيعزم جلين كل اللي شغالين معاه في القضية عنده في البيت، ووكر كان منبهر جدا بالجو والاكل وكل حاجة، وكمان
كمان كان بيعكس ميري مرات جلين، واللي ما كانش يعرفوا ان ميري حياتها اتدمرت بعد موت ابنها كالوم، ومن يومها ولا عارفه تعيش ولا عارفه تساعد جلين انه يعيش. بس في اليوم ده بالذات بتقرر ميري ان دي فتره وعدت من حياتها وخلاص لازم تتغير وتعيش حياتها الطبيعيه، واول خطوه بتاخدها انها بتخطط لاجازه طويله مع جوزها في ايطاليا علشان يستعيدوا شبابهم. وبيروح بعدها جلين الشغل وهو مبسوط ومزاجه رايق، وهناك بيلاقي ميسز والش مستنياه وبتقول له ان في حاجه مهمه جدا افتكرتها حصلت قبل كام يوم من جريمه ابي، وهي ان كان في واحد بيمشي دايما في الشارع وشايل صندوق تقيل كده محدش عارف هو تبع مين. فبيوريها جلين صور المشتبه بيهم، واول ما بتشوف صوره كولين بتقول لهم ان هو ده الراجل اللي هي شافته. واول ما بيسمعوا الكلام ده بيبقى عندهم سبب خلاص ان هم يقبضوا عليه، لانه دلوقتي بقى مشتبه بيه رئيسي. وهنا بيقود جلين المطاردة بنفسه، وبيساعدوا باقي زمايله في القسم عن طريق طيارة من غير طيار، وبيفضلوا يوجهوه لحد ما اخيرا بينجح انه يقبض على كولين، وبياخدوا معاه كمان على الاسم. واخيرا بعد ما قدر جلين يقطع شوط كبير في الجرايم اللي حيرت اسكتلندا دي بيرجع لبيته، وبينادي كمان على مراته علشان يحكي لها اخر الانجازات. بس بيحس ان في حاجة غلط لان ميري مش بترد عليه ولا بيسمع لها اي صوت، وبيفضل جلين يدور عليها لحد ما بيلاقي جثتها متمثل بيها بالظبط زي ما حصل مع ابي وجراس. وعلى طول بيبلغ باقي الشرطة علشان تيجي تحقق في مسرح الجريمة. ومن تقارير الطب الشرعي بيعرف ان الوقت اللي ميري فقدت فيه حياتها مناسب مع الوقت اللي كان فيه كولين لسه بره السجن، يعني وارد جدا يكون هو المجرم الفعلي اللي خلص الجريمة ورجع على بيته من جديد. وطبعا الكلام ده بيخلي جلين عايز يخلص عليه، وبيكون مش عايز جو التحقيق والمحامي والموضوع الرسمي ده. وعلى العكس تماما بقى فجلين كان هادي جدا في التحقيقات، وبيقول لهم ان والش اللي شهدت انها شافته دي ست عجوزه، ووارد جدا انها تكون بتخرف او يمكن يكون نظرها ضعيف، ده غير ان اكيد شهاده واحده بس بتشبه عليه مستحيل يتاخد بيها في قضيه مهمه زي دي. وبعد ما بيسمع لوسون الكلام ده بيعرف ان جلين بيلعب بيهم علشان يطلع من القضيه، وبيدخل عليه بنفسه وبيحاول انه يحقق معاه يمكن يوصل لحاجه. بس محاميه جلين بتقول لهم ان هم هيمشوا ما دام مفيش اي دليل قاطع لان موكلها يفضل محبوس. وبعدها بيحاول لوسون انه يهدي جلين، وبيقنعه كمان انه يبعد عن القضيه دي لانه وارد جدا يبوظ كل حاجه بسبب عصبيته. وبيحكي لوسون لجلين عن القضيه رقم 715 اللي كان بيحقق فيها، وبيعرفه ان الضحيه فيها كانت حب حياته ساره، وازاي كمان ان حزنه عليها عماه وخلاه مش قادر يتصرف ولا يحقق في القضيه بشكل مظبوط. وبعد ما كله بيهدى وبيرجع جلين بيفكر بعقله من جديد، وبيقرروا ان هم يراقبوا كولين ويعرفوا بيعمل ايه. وبعدها بينتقل المشهد لكولين اللي بيكون قاعد في الحانه ولا كأن حاجه حصلت، ولما بيطلع بره قبل ما يركب عربيته بيطلع عليه واحد من ظهره وبيفضل يطعن فيه لحد ما بيخلص عليه. وفي نفس الوقت ده بيجي اتصال لجلين وبيقولوا له ان هم لقوا دليل جديد وعايزينه يبص عليه، ولكن جلين مش بيستنى الشرطه توصل، وعلى طول بياخد المفتاح اللي كانوا لاقوه في بيت ابي وبيروح بيه على بيت كولين علشان يشوف لو بيفتح اي حاجه هناك ولا لا. وبعد ما بيجربوا على كام قفل بيلاقيه فعلا بيفتح مكان كده سري ورا البيت. واول حاجه جلين بيعملها انه بيبلغ الشرطه عن اللي حصل، وعلى الرغم انهم بيقولوا له يبعد فورا عن المكان لحد ما القوات كلها توصل، الا ان جلين مش بيقدر يبعد نفسه وبيفضل يدور جوه المكان المرعب ده، وبيشوف كمان اثار دم وحيوانات واسلحه لحد ما في الاخر بيتصدم وبيشوف اشلاء بني ادم متعلقه. وبتوصل الشرطه بعدها للمكان وبتفتش المكان كله علشان يعرفوا مين الضحيه الجديده ده، انما جلين ولوسون بيدوروا في باقي المكان لحد ما بيلاقوا مخبأ سري واللي فيه كان كولين بيخطط لكل جرايمه. وبيكتشف لوسون ان كولين كان بيعمل الجرايم دي بنيه تطهير الضحايا دول من الدين الباطل اللي هم عليه. بس في حاجه غريبه بياخد جلين باله منها، وهي ان كل ضحايا كولين صورهم موجوده على الحيطه ما عدا صوره مراته ماري. وقبل ما يفكر ويحتار بيقول له لوسون الموضوع بسيط جدا، صور مراتك مش موجوده هنا لان مش كولين اللي نفذ الجريمه بتاعتها انما حد غيره بقى هو اللي نفذها. وفي المكتب بعد ما بيهدى جلين وبيبدا يفكر بالمنطق بيكتشف كارثه جديده، وهي ان المجرم الحقيقي هو ووكر صاحب لوسون واللي في طريقه دلوقتي انه يقابله. وبيحاول جلين انه يحذر الشرطه من ووكر، ولكن الوقت كان اتاخر لان ووكر كان خلاص وصل لبيت لوسون. بس برضه جلين بيتصل بيه وبيحذره ان ووكر هو القاتل الحقيقي، واللي ما كانش جلين يعرفه هو ان لوسون كان فعلا وصل لنفس النتيجه دي وكان كمان مستعد يقابل
ووكر. واول ما بيوصل ووكر بيواجه لوسون باللي عمله، بس ووكر بيدافع عن نفسه وبيقول له ان اللي حصل مع سارة ده كان مختلف، لانها اصلا كانت ماتت قبل ما يبدا في التمثيل بجثتها. اما باقي القضايا دي فكانت محاوله منه لتطهير ذنوبه، وهو ده يعني اللي كان مفكره. بس الكلام ده طبعا بيضايق لوسون اللي بيطلع مسدسه وبيضرب بيه ووكر طلقه في بطنه. وفي الوقت اللي ووكر ما كانش مصدق فيه اللي حصل ده بيقرب منه لوسون وبيقول له ايه رايك بقى في دماغي؟ خططت ونفذت كل جرايمي، وواحد غلبان زيك هو اللي لبسها. وبعدها بيوصل جلين للمكان وبيقول له لوسون انه لازم يمشي علشان زعلان على صاحبه كده. ولكن لما بيركز جلين في المكان بيتصدم صدمه عمره، وده لانه بيكتشف ان لوسون مزور جوازات سفره، ده غير ان كل المقتنيات اللي كانت مع الضحايا كانت معاه هو مش مع ووكر. فبيعرف جلين ان لوسون هو القاتل الحقيقي، وعلى طول بيطلع وراه وبيطارده لحد ما هما الاتنين بيوصلوا لغابه كلها اشجار، وعربيه جلين بتخبط هنا. فبينزل الاتنين على رجليهم وبيبدا القتال بينهم، وكل واحد بيكون مستخبي ورا شجره. بس طبعا لوسون كان اصيع بكتير وبيقدر انه يوصل لجلين وكمان ياخد منه المسدس، بس لوسون بيرفض انه يخلص عليه وبيقول له انا هسيبك تحاول تقبض عليا، وده لان مفيش متعه لقاتل متسلسل من غير مطارده الشرطه. وفعلا دي بتبقى مهمه جلين لباقي حياته. ولحد هنا بينتهي فيلمنا النهارده. ما تنساش بقى يا صديقي تكتب لي رايك في كومنت وتقول لي كمان ايه الافلام اللي تحب تتفرج عليها، وطبعا ما تنساش اللايك والسبسكرايب في القناه علشان يوصلك من عندنا كل جديد اول باول. اشوف بقى وشكوا على خير. سلام.